يا اخوانا انا ولا ساحر ولا دجال، بس هو ده اللي عودنا عليه الاهلي. زي ما اتكلمنا عن ماتش سيراميكا، اسمع معايا كده. الاهلي ارخم فريق تلعب قصاده للبلاس 90 في العالم. هات لي فرقه واحده في العالم تقدر تعمل اللي الاهلي بيعمله في البلاس 90. زي ما الاهلي ملك البلاس 90، النهارده شفناه قدام فيوتشر ملك البلاس 120 دقيقه. الاهلي يا ساده لا تامنوا الا بعد صفاره النهايه. الاهلي كالعاده لا يعرف الا طريق الفوز. الاهلي كالعاده بطل السوبر المصري للمره ال 14 في تاريخه. بس اوعى الواد موديست يخدعك بعد الجول والاسيست النهارده وتنسى ان الاهلي لسه محتاج مهاجم رغم الفوز النهارده. ولكن كولر يتحمل من وجهه نظري مسؤوليه الماتش، لانه بعد ال 2-0 قرر انه يريح لعيبه وحس ان الماتش خلاص بتاعه، فعاقبه فيوتشر ورجع تاني ولاعب الاهلي للبلاس 120 دقيقه في ماتش حبس انفاس جمهور النادي الاهلي. فبرايك كده مين يتحمل تراجع مستوى الاهلي في الشوط الثاني وعوده